بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تعالوا النهارده نعمل بقى التوم، نشيله في الفريزر بطريقة جميلة جدا، يعني هتعجبكم جدا وفي معلومات كتير جوه الفيديو هتعجبكم. يا ريت تصلوا على النبي كده وتشاركوا الفيديو وتحطوا اللايك، حبيبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان الفيديو هيعجبكم. الفيديو جميل جدا وعن تجربة انا عملته، وبشيل التوم وتخزيني في التوم كده. بصوا بقى، هنا معانا التوم قشرته زي ما انتم شايفين كده، وحطيت جبت كيس التخزين اللي هي كاس اللي بخزن فيها ديت، قصيتها بالمقص زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. بعد ما قصيتها هحطها فين؟ في العلب اللي انا هعبي فيها. ليه بقى احط كيسه في قلب؟ ممكن احط في العلبه على طول، لا انا هحط علبه واحط فيها كيسه التلاجة، هقصها. الكيسه دي بتساعد يا حبايبي لو احنا حاطين اي حاجه في الفريزر، بتكتم ريحه التوم وتتغطى، ما بقاش في ريحه توم خالص في قلب الفريزر، ولا نكهه توم. لو انت حاطه كنافه جنب التوم عمرها ما هتعمل اي حاجه. التوم في قلب علبه والكيسه كمان في قلب العلبه، ده يساعد ان ما يطلعش ريحه التوم تماما. وهنغطي عليها، هنعبي في قلب العلب زي ما انتم شايفين. يا ريت لو عجبكم الفيديو شاركوا الفيديو، عشان حبايبي واصحابي كل متابعيني يشاهدوا الفيديو ويشوفوه، عشان الفيديو جميل جدا هيعجبكم. دي طريقتي انا بخزن التوم كده كل سنه، بشيله في صوص. انتوا حابين تشيلوه مفروم، في ناس كتير بتشيل التوم مفروم بزيت والملح، يقول لك الملح ماده حافظه، بس والله انا بشيله كده كل سنه وبيبقى جميل معايا. بس معلومه هتستفادوا منها كلكم، ان اللي انتوا لو شلتوا التوم من الفريزر تيجوا تستعملوا منه، ما تسيبوش بره كتير عشان بيسود. تمام؟ عايزينه دنه بلونه، لونه زي ما هو كانكم لسه عاملينه، سيبوه في الفريزر، طلعوا على قد ما تطلعوا على طول ودخلوه على طول، ما يركنش بره. حتى النور لو قطع الفريزر ده انه مقفول، ما تفتحوش الفريزر، لان التوم بيسود وبغير لونه. تمام؟ انا عاملاه في صوص، انه ممكن اعمل لكم بطريقه تانية، بس دي طريقتي اللي انا بعملها ومجرباها وحلوه وزي الفل. حبايبي صلوا على النبي كده وحطوا اللايك وقولوا لي رايكم ايه في الفيديو الجميل ده. هنحط بقى الاكياس في قلب العلب زي ما انتم شايفين كده. العلب معايا علب اللي هي بتاعت الكوكتيل، علب الكوكتيل اللي هي البلاستيك الشفافه، بتيجي من عند او اي علبه عندكم من عند بتاع الاكياس. تمام؟ وبتاع الاطباق اللي هو بيبيع الحاجات ديت. فانتوا عندكم يعني لو علب ثلاجه، علب صغيره، اي علب عندكم بغطا، بس شرط تكون بغطا، وما تحطوش في كيسه كده بس في الثلاجه، لان العلبه بتحتفظ بالحاجه التوم، وتحتفظ بيه، بتخليه كانه طازه، كانك لسه مقشراه. حطي بس في الكيسه في العلبه وغطي العلبه عليه، لا يبقى ريحه توم في الفريزر، ولا يغير ريحه الاكل، ولا يغير طعم الاكل. واقول لكم لو حاطه حلويات جنبيه مش هيجرى له حاجه، ولا هيعمل نكهه توم ولا اي حاجه. يا ريت تحطوا اللايك.